طيب ازاي بقى الانسان يقدر يتحكم في مشاعره او يتحكم في ردود افعاله، او حتى لو كلمه ممكن اقولها ليكم انتم الاثنين، الكلمه دي سلبيه بس انت تحسي بشعور وانت تحسي بشعور تاني مختلف، او الكلمه دي تاثر على حد فيكم وما تاثرش على الثانيه. ايه اللي بيخلي الكلمه دي تاثر عليكي وما تاثرش عليها مع ان الكلمه واحده او السيتويشن او الموقف واحد؟ في موديل كده في العلاج المعرفي السلوكي مهم جدا انكم تكونوا مدركينها كويس جدا، علشان دي لو فهمتوها كويس صدقوني شعوركم ناحيه معظم المواقف اللي بتحصل في حياتكم هيختلف اختلاف جذري. الموديل دي اسمها الاي بي سي. الاي بي سي، الاي هنا معناها الاكتيفيتنج او السيتويشن او الموقف اللي حصل، اللي هو انا قلت لكم كلمه دلوقتي واثرت عليكم، بس اثرت عليك انت بالسلب واثرت عليك انت بالايجاب، او حتى ما اثرتش عليك. السي هنا معناها الكونسيكونسز او الفيلينج او الشعور الناتج عن الحدث، يعني موقف نتج عنه شعور، الموقف نتج عنه شعور. تمام كده؟ ايه بقى اللي بيخلي الشعور مختلف من شخص للتاني؟ البليف او المعتقد او النضاره اللي انا شفت بيها الحدث. فانا قلت لك مثلا انت ليه لسه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي، وقلت لك انت كمان انت ليه لسه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي. انت النضاره بتاعتك او المعتقد بتاعك فاخدتي الموضوع كجريمه عليكي فحسيتي شعور سلبي. ولما قلت لك انت ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي قلت لي عادي والله هو نصيب، انا اعمل ايه يعني، الجواز رزق زيه زي اي رزق في الدنيا. فانت حسيتي او الكلمه ما اثرتش عليكي وانت الكلمه اثرت عليكي بالسلب. ليه؟ بسبب النضاره اللي انت شفت بيها الموقف او معتقداتك. فتغيير المعتقد او تغيير رؤيتي للموقف بيغير شعوري. فموقف حصل شفته بطريقه سلبيه هحس شعور سلبي، موقف حصل اتعاملت معاه بطريقه ايجابيه هحس شعور ايجابي. وده اللي بيخلي كلمه واحده ممكن تاثر على اتنين بشعور مختلف. فحاول تغير النضاره اللي انت بتشوف بيها المواقف اللي في حياتك، هيتغير شعورك بالتبعيه.